السلام عليكم. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا دايما في احسن صحة وفي احسن حال. معاكم اميرة من قناة ميرا شو. لأول مرة بتشوفيني اعملي سبسكرايب للقناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو انا بنزله، واعملي لايك للفيديو لو عجبك، واكتبي لي كومنت حلو ليه رأيك فيه. طبعا احنا النهاردة هنعمل مع بعض المكرونة بالبشاميل، طبعا كلنا بنحبها. يلا نبدأ نقول المقادير مع بعض، بس قبل ما نبدأ في أي حاجة صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا أنا هعملها طبعا بالفراخ زي ما انتم شايفين. بقطع الأول، قطعت بصلتين. البصلاية يعني حجمها وسط برضك. بقطعها كده يعني زي ما بنقطع الشاورما كده البصل. حبيت اوريكم التفاصيل كلها. هنا كنت طبعا بسلق المكرونة، انا عملت كيس وحبة صغيرين قوي من المكرونة. وطبعا هنا قطعت فلفل حامي علشان اعمله مع الشاورما. وطبعا دي ليكي حرية الاختيار فيها، انا بس عشان بنحب الحاجة حراقة شوية فعملتها كده. انا كنت بحط معاها فلفل الوان بس بصراحة ما كانش عندي، فطبعا مش هوقف نفسي. مشيت نفسي بالفلفل الحراق. وهنا طبعا قطعت البانيه، انا كنت جايبه نص كيلو من البانيه. قطعته زي ما حضرتك شايفة كده زي تقطيع الشاورما العادي اللي احنا بنعمله. حبيت اوريكم كل التفاصيل عشان في بنات لسه متجوزة جديد، ما بتبقاش عندها فكرة في الطبخ والحاجات دي، فبوريكم التفاصيل كلها للبنات يعني اللي مش عارفة وكده. طبعا انا هنا حطيت البصل على النار. سبتها تدبل بس، يعني بصوا تدبل مش تصفر او كده، تدبل بس. وطبعا كنت حاطه معاها الفلفل، يعني اول ما حطيت البصل حطيت معاها الفلفل، وحطيت معلقه سمنه، وحطيت شويه زيت. تمام. وحطيت لا حطيت الفلفل والبصل مع بعض، ولما دبلوا بدأت بقى ان انا احط الفراخ. حطيت طبعا التوابل بتاعتي، كانت التوابل بتاعتنا بقى كانت فلفل اسمر، ملح حسب الرغبه، كاري، وبهارات فراخ، وشوربة ماجي. هي دي البهارات اللي انا بستعملها للشاورما بتاعه الفراخ. طبعا الشاورما بتاعه المكرونه البشاميل، لكن الشاورما التانية دي هبقى اعمل لكم فيديو تاني بيها باذن الله. لكن هي دي البهارات اللي بستعملها للشاورما بتاعه المكرونه، وبصراحه بتطلع وهم، جربوها ومش تندموا والله خالص. وقطعت طماطميتين قطعتهم مش عارفه انا قلتها صح ولا لا، طماطميتين تمام. قطعتها يعني مش عارفة دي شرايح ولا ايه. قطعتها يعني زي البطاطس الصوابع كده، وحطيتها على الفراخ بعد ما استوت، وقلبتها تقليبة بسيطة كده وخلاص. هنيجي بقى هنا للبشاميل. حطيت طبعا معلقتين سمنة، وحطيت 3 معالق من الدقيق، وقلبتهم كده حمرتهم زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده هبدأ بقى ان انا اضيف اللبن. انا بحط يعني بعملها بستخدم كيلو لبن على البشاميل، بحط 3 معالق دقيق او 3 ونص لو ملقتيش البشاميل تقل معاكي. وبعد كده بنحط اللبن. حطيت كيلو لبن، وطبعا بدأت ان انا ايدي شغالة فيه بالمضرب على طول علشان خاطر ما يكلكعش معايا. والتوابل حطيت رشة من الفلفل الاسمر، وحطيت شوربة ماجي بس، وحطيت طبعا ملح حسب الرغبة. تمام. وهبدأ بقى ان انا اقلب فيه علشان خاطر يتقل يعني معايا وكده. بصوا هو كده تمام. البشاميل ما تخليهوش تقيل قوي علشان هيطلع المكرونه معاكي سوري يعني مكلكعه ومش حلوه خالص، فالبشاميل يبقى خفيف خالص، يعني هو يتقل معاكي بصي هوا كده حاجه بسيطه خالص، وتبدأي ان انت تطفي عليه على طول. وطبعا هنا حطيت حطيت نص المكرونة، وحطيت عليها كبشتين من البشاميل وقلبتهم في بعض. وبدأت ان انا ارصهم في الصينية. وطبعا السرفيز الازاز انا كنت دهناه سمنة علشان خاطر يحمر المكرونة من تحت وتبقى مقرمشة ويديها طعم. وهنا بدأت بقى ان انا اضيف الشاورما بتاعة الفراخ على المكرونة. وزي ما قلت لكم الطماطم قلبوها قلبتين بس، وبعد كده اطفوا عليها، لان لو سبتيها كتير ولو حطيتيها في اول الشاورما آه، هت هتدبل معاكي وهتبقى عبارة عن صوص، واحنا مش عايزينها صوص، احنا عايزينها تبقى زي كده. تمام. وبدأت بقى ان انا كده افرد الفراخ على المكرونة كويس عشان تبقى كل المكرونة يعني فيها من الفراخ. طبعا بفرد فيها كده كلها.
وبعد كده بقية المكرونة التانية حطيت برضك عليها كبشتين من البشاميل وحطيتها بقى فوق الشاورما، وبدأت برضك ان انا افردها كده. انا عملت كيس يعني وربع، يعني كيس وربع من المكرونة. استخدمت مكرونة حوا، وطبعا ليكي حرية الرأي ان انتي تستخدمي المكرونة اللي حضرتك تحبيها. انا بستخدم حوا لاني بصراحة بحس يعني برتاح لها بصراحة، بتبقى كويسة معايا وما بتعجنش وكده فبستخدمها. طبعا هنا بدأت ان انا افردها كلها، المكرونة كلها يعني علشان افضي البشاميل. فحبيت ان انا ارصها يعني كلها. وطبعا هنا بدأت بقى ان انا افضي البشاميل، وزي ما حضرتك شايفة البشاميل عامل ازاي، علشان تبقي واخدة بالك من الحتة دي. هو خفيف خالص زي ما انتي ما شايفة كده. وانا بصراحة بحب احط عليها بيضة من فوق. وطبعا ليكي حرية الرأي ان انتي ممكن تحطي بيضة او لأ. في ناس بتقول ان البيضة بتعمل لها يعني سوري يعني زفارة او كده، بس انا بصراحة بحبها ان انا احط عليها بيضة، ما بتعملش معايا زفارة او اي حاجة، فانا بعملها كده بصراحة. وطبعا هنا بدأت ان انا احط الجبنة الموتزاريلا. انا بستخدم جبنة موتزاريلا الحمد، بصراحة كويسة جدا وبتمط وتحفة يعني. انا ما صورتلكوش وانا بقطعها يعني وكده عشان اوريكم الجبنة بتمط ازاي. سوري بقى معلش، لاني كانت سخنة جدا ومعرفتش ان انا اصور لكم وانا بقطعها يعني وكده. بس الجبنة موتزاريلا الحمد بصراحة ممتازة. بستخدمها على طول وما ما بستخدمش غيرها بصراحة، يا الحمد يا الأطباء. فبصراحة كويسة جدا معايا. وبعد ما فضيت الجبنة الموتزاريلا معلومة، لو عشان الجبنة الموتزاريلا تمط معاكي لازم بعد ما تحطي الجبنة الموتزاريلا كده تقوم تحطي مثلا، تكوني سايبة، انا بكون سايبة مثلا ربع كوباية لبن كده على جنب. وابدأ ان انا احط عليها سنة بسيطة من الملح او ممكن ما تحطيش. وبعد كده بقى تبدأي ان انت تحطيها على المكرونة، تحطيها على الجبنة الموتزاريلا كده علشان تشد معاكي وتبقى حلوة. وهنا بقى بعد ما طلعت من الفرن بصوا كانت مولعة بصراحة، كنت لسه مطلعها حالا فمعرفتش ان انا اصور لكم. فبعتذر جدا ان انا ما صورتلكمش لما قطعتها وكده. وبس كده خلاص هننهي مع بعض الفيديو. بتمنى ان الفيديو يعجبكم. ما تنسيش تشتركي معايا في القناة وتعملي لايك، وباي باي، مع السلامة.